السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن معركة ثانية تعد من أهم معارك المسلمين، وهي معركة حطين. موقعة حطين كانت سنة 583 هجريا، كانت بين المسلمين بقيادة صلاح الدين وبين الصليبيين بقيادة ملك بليديون وبعض قادة الأمراء الصليبيين. وقبل ما نتكلم عن أحداث معركة حطين لازم نعرف إن موقعة حطين تعد من أهم المعارك اللي خاضها المسلمين علشان تحرر فيها مملكة القدس من أيدي الصليبيين، ومعظم الأراضي اللي احتلها الصليبيين أصبحت في أيدي المسلمين. بعد وفاة نور الدين محمود كانت الدولة الإسلامية معرضة للضياع، وحصل فيها انشقاق رهيب لغاية لما جه صلاح الدين وقدر إن هو يملى الفراغ دوت ويعيد الوحدة مرة تانية للأمة الإسلامية، وينهي الضعف اللي حصل فيها والتشقق اللي حصل في الدولة الإسلامية. فاستطاع صلاح الدين إن هو يستولى على حلب وكل اللي حواليها، وكانت دي خطوة مهمة جدا في بناء الجبهة الإسلامية. وفي الوقت اللي كان فيه صلاح الدين بيقوم فيه بإحياء الدولة الإسلامية، عمل هدنة مع الصليبيين لمدة 4 سنوات، غير إن إرناط حاكم القرق نقض الهدنة دي، فاستولى على قافلة كانت متجهة من مصر إلى دمشق وأسر كل ما فيها. فكتب صلاح الدين لحاكم القرق وأخذ يهدده بأنه هو يطلق سراح الأسرى ويرجع القافلة تاني زي ما كانت، إلا إن حاكم القرق لم يهتم بتهديد صلاح الدين. فأخذ صلاح الدين يعد العدة لمعركة حطين، وبدأ بإعلان الحرب على الصليبيين، واتجه إلى حصن القرق ودمره واستولى عليه، ثم إلى شوبك واستولى عليها، ثم إلى بنياس. وفي الوقت ده تجمعت قوات الصليبيين تحت قيادة ملك بيت المقدس، وبدأت معركة حطين بزحف الصليبيين نحو قرية حطين. وبعد أن أعد صلاح الدين الخطة الحاكمة بدأ بالهجوم على الصليبيين، فاختلت صفوف الصليبيين وانتصر المسلمين على الصليبيين في معركة حطين. وما كانتش هزيمة الصليبيين في المعركة دي هزيمة عادية، بل كانت هزيمة ساحقة، حيث قتل فيهم عدد كبير جدا جدا من فرسانهم، واتقتل منهم أعداد هائلة، وأصبحت فلسطين تحت قيادة المسلمين، تحت قيادة الناصر صلاح الدين. وأصبح المسجد الأقصى في أيدي المسلمين بعد ما هو كان في أيدي الصليبيين لمدة 80 عام، وبعضهم عن الدين. لكن لما ربنا سبحانه وتعالى رزقهم بصلاح الدين قدر ان هو يحرر المسجد الاقصى ويعيد المسجد الاقصى مرة تانية تحت ايدي المسلمين. فاللهم وحد صفوف المسلمين وارزقنا بصلاح الدين الذي سيحرر المسجد الاقصى من ايدي اليهود الملاعين.